الجميع، وكنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الفكره باش يمكن لكم تطبعوا فوق الشموع. يمكن لكم تحطوا اي صوره عندكم، سواء صوره ديالكم سواء اي حاجه، المهم تكون عندكم صوره فوق ورقه عاديه ديال الطباعه، وتحطوها فوق الشمع بطريقه زوينه بزاف. كما كتلاحظوا كيجي على هذا الشكل هذا، وبطريقه سهله وبادوات متوفره في اي بيت. في هذا الفيديو كذلك غادي نشوفوا طريقه صنع الشموع. يعني هاد التشميعه هذه ما غاديش نشريوها، انما غادي نحضروها كذلك في البيت بطريقه سهله واقتصاديه. ما غاديش تطيح عليكم حتى ب 20 درهم، خاصه لاصحاب المشاريع، السيدات او الناس اللي كيصيبوا هاد التشميعات هادو وكيبيعوهم من بعد. فما غاديش يكون غونطابل انهم اشاك فوا يشريو شميعه بحال هذه ب 40 ولا 50 درهم. فمن الاحسن انهم يوجدوهم في البيت ديالهم. فكما كتلاحظوا انا سبق ليا صيبت بحال هاد الشميعه هذه، ودرت ليها لا ديكوراسيون بهاد العقيقات هادو وهاد لو روبون. وبمناسبه المولد النبوي الشريف فانا غادي نوجد معكم في هذا الفيديو واحد الشميعات اللي كيجيو زوينين بزاف، مطبوع عليهم الايات القرانيه. كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. يمكن لكم تهديوهم الاقارب ديالكم بهذه المناسبه، فهي فكره زوينه بزاف. او تزينوا بها المنزل ديالكم لاستقبال الضيوف، او كذلك مائده العيد. فكتبقى شي حاجه زوينه بزاف فيها الايات القرانيه. وغادي تاخذوا شموع عاديه اللي كتباع عند البقال. حنا في المغرب عندنا هاد انواع ديال الشمع، هو اللي غادي نستعملو، اللي الثمن ديالها بسيط وجد مناسب. اذا كنقطعوا الشمع طريفات صغار كما كتلاحظوا، كنوضعوه في اناء اللي غادي نوضعوه على النار من بعد، وكنديروه على نار متوسط حتى كيذوب مزيان. حاولوا انكم الفتيله فاش تكونوا كتقطعوا الشمع ما تلوحوهاش، حيت اللي غادي نستعملوه من بعد باش نصنعوا الشموع ديالنا. بالنسبه للقالب فانا غادي نستعمل هاد الكانيت ديال المشروبات الغازيه، وغادي نحاول انني نقطعها من الفوق ديالها باش نحيد الراس غير بمقص. كما كتلاحظوا هي كتفتح بسهوله وكتقطع كذلك بسهوله. من بعد كنحاول انني ناخذ الفتيله اللي خلينا في الاول، وكناخذ المقاس ديال القالب ديالي واللي شاط كنحاول انني نلويه على قلم او شي حاجه تكون عندكم عموديه بهذا الشكل، وكنوضعها في القالب بهذه الطريقه. من بعد كناخذ الشمع اللي ذوبنا من قبل، وكنحاول انني نخويه في القالب بهذه الطريقه غير بشويه بشويه باش ما كنزعزعش الفتيله. من بعد ما كيجمد كتلاحظوا انه كيدير واحد الثقب في الوسط. كما كتلاحظوا كيجي محفور، ما كيجيش السطح ديالو مستوي. باش نعالج هذا الامر فانا بكل سهوله كنعاوتاني ندوب القليل من الشمع وكنعاوتاني نخويه فوق منه. فهاد الشمع هذا غادي يعمر الفراغات اللي بقاو، وغادي يجينا من بعد السطح مستوي. من بعد ما كنكونوا متاكدين ان الشمعه ديالنا نشفات مزيان، كنحاول ان نبدا نحيد فحال هكا. كنشدو غير من القنت وكنبدا نحيد القالب ديالي. كيتحيد بكل سهوله كما كتلاحظوا، غير خاصكم تردوا البال لان الجوانب ديالو حاده بزاف وتقدر تجرحكم.
اذا الان كيبقى لكم الاختيار، سواء تخليو الشمعة على هذا الشكل هذا، سواء تقادوا ليها الراس ديالها الطريقه اللي غادي نشوفوا من بعد. وبالنسبه للفتيله فبطبيعه الحال حنا كنقطعوها. اذا كتاخذوا اي سكين عندكم وكتحاولوا انكم تبداو تقادوا الجوانب بهذا الشكل هذا باش يجيكم الشكل ديال الشمعه دائري. اذا من بعد باش كيجينا السطح مستوي وما فيه حتى شي عيوب، كنحاول انني ندوز بحال هكا بغيكي فوق السطح ديالو. اذا هذا هو الشكل ديال الشمعه اللي حصلت عليه. الان غادي ندوز لعمليه الطباعه، وغادي ناخذ ورقه عاديه اللي مطبوع فيها الشكل اللي بغيت انا. كما قلت لكم غادي نحضر شموع بايات قرانيه، فانا طبعتها طباعه عاديه فوق ورقه عاديه، وغادي نحاول انني نقطع الجوانب ديالها كما كتلاحظوا. من بعد غادي ناخذ ورق الزبده، هذا الورق اللي كنستعملو في الطبخ وخاصه في صناعه الحلويات وكيدخل الفرن. وغادي نحاول ناخذ الشمعه ديالي ونحط الصوره في الوسط، كنقادها مزيان وكندير فوق منها هاد ورق الزبده هذا، كنشدو مزيان وكنحاول اني ناخذ منديل ولا فوطه ولا قفازات الا كانوا عندكم، وكنشد بهم هاد الشمعه هذه، حيت من بعد فانا غادي نستعمل الحراره وغادي تقدر انها تحرق لكم يديكم، فمن الاحسن انكم تبروتيجيوهم. اذا بهذه الطريقه من بعد غادي ناخذ سيشواخ او مجفف الشعر اللي الحراره ديالو كتكون عاليه، وكنبدا ندير حركات بحال هكا بشكل متساوي باش ما يذوبش لينا جهه ديال الشمع وجهه ديال الشمع تبقى ما دايباش. فكنحاول انني ندير ضربات هكا متساويه على السطح كامل، ومن بعد كنبدا نلاحظ ان هاد الصوره هذه كتبدا تفزك وكتبان انها مبلله، فهذا دليل على انه الصوره ديالنا لصقات مزيان. من بعد كنحاول انني نحيد الورق بحال هكا بشويه، وكنلاحظ على ان الصوره لصقات مزيان على الشمع. الا لاحظتوا انه كاين فرق في الالوان في الشمعه ديالكم فما تخلعوش الشمعه ديالكم ما خسراتش، وانما هذا بسبب الحراره فقط. غادي تبرد الشمعه وغادي يرجع اللون ديالها كامل موحد. الان غادي ندوز لتزيين هاد الشموع هذه. اذا بالنسبه للتزيين فهذا كيبقى الابداع ديالكم، انا فقط غادي نعطيكم بعض الافكار. يمكن لكم تاخذوا عقيقات بحال هكا بالالوان اللي بغيتوا او اللي متوفر عندكم في البيت، يمكن لكم تستعملوه وتبداو تلصقوهم هكا في الجوانب ديال الايات بالبيستولي او بلاكول عاديه. يمكن لكم تستعملوا لاكول اللي متوفره عندكم، انا استعملت هذه. وتبداو تحطوا العقيقات بحال هكا وتناسقوا الالوان والاشكال على حساب الذوق ديالكم. كنتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم وفاتكم، وان طريقه الشرح تكون واضحه للجميع، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخرى. بسلامه.